الذكاء الاصطناعي يحقق لوزارة المالية النمساوية 354 مليون يورو في مكافحة التهرب الضريبي. يعني ده الجزء الإيجابي بالنسبة للدولة من الذكاء الاصطناعي. هل يمكن الاعتماد عليه في عملية ضبط التهرب الضريبي؟ نعم 100%. يعني الذكاء الاصطناعي بصراحة لأنه عم بيتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات مع عدد كبير من الأشخاص من المسجلين في مكتب الضرائب، فهون صار في عنده آلية متابعة ومراقبة للشخص، شو عم يقدم بيانات وما عم بيقدم بيانات، وإمتى قصر وإمتى بالغ وإمتى غير وإمتى الأرقام عنده ما كانت صراحة متوافقة فيما بينها. هون فعليا بقول لك فجاب لخزينة الدولة 354 مليون يورو 354 مليون يورو وليس يورو، 354 مليون يورو. وهذا الشيء خلال السنة الأولى، أعتقد خلال السنوات المقبلة رح يجيب أكثر، حتى يصير في هون فعليا اللي عم بيتهربوا من ضريبيا ما رح يقدروا، لأنه فعلا صار في آلية معالجة معقدة جدا بدير الذكاء الاصطناعي وليس بشري، وهذا موضوع ليس بالسهل أبدا. طيب ننتقل إلى الخبر التالي.